السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى قرص طرية على اصولها. يلا يا امرايا، موبايلك في ايد، كوباية الشاي بلبن في الايد التانية، وتعالي معايا ادوقك احلى قرص طرية باذن الله. يلا بينا. مقاديرنا ان شاء الله يا جماعه سهله وبسيطه جدا. انا هشتغل النهارده على 2 كيلو دقيق، عشان انا لما بعمل القرص الطريه مثلا بعملها كل كام شهر مره، فبشيلها في الفريزر في اكياس واطلعها اسخنها، بتبقى كانها لسه مخبوزه حالا. فانا عشان كده النهارده شغاله على 2 كيلو دقيق. تقدري تقسمي المقادير وتشتغلي على كيلو زي ما انت عايزه. مستخدمه النهارده دقيق، هذا الدقيق جميع الاستخدامات، ماشي. ومستخدمه كمان سمنه بلدي، عسل، 2 كيلو دقيق ومعاهم كوبايتين سمنه. اقدر اخلي كوبايه سمنه كوبايه زبده، اقدر اخلي الاتنين زبده الاتنين زيت. هنا النهارده بالطريقه بتاعتنا دي الماده الدهنيه مش اساسي معانا، بس طبعا السمنه البلدي واو. فانا مستخدمه كوبايتين سمنه بلدي، دي سمنه بقري. بعد كده عندنا معلقتين كبار خميره ل2 كيلو دقيق، معلقتين كبار سكر تاني ل2 كيلو دقيق، وعندي معلقه كبيره بيكنج باودر مليانه او كيس بيكنج باودر الجاهز، وعندي كمان معلقه صغيره ملح بس مش مليانه. تعالوا لي بقى للبطل الاساسي اللي هلم بيه الليله الحلوه بتاعتنا دي. 1.5 لتر لبن رايب. انا مستعمله النهارده لبن رايب جهينه اهو، من غير اطعمه. طبعا في دلوقتي بالشاي الاخضر وفي بالليمون، فانا جايبه لبن رايب جهينه من غير اطعمه. ال2 كيلو الدقيق اللي عندي هياخدوا من دي 3 ازايز. دي العبوه بتاعتها 440 مللي. شوفوا بقى قد ايه انا ماشيه معاكم. دي 3 ازايز ل2 كيلو دقيق، تمام. طيب ايه البديل للبن الرايب قبل ما نسيب المقادير؟ ممكن استعمل لبن حليب عادي وادوب فيه زبادي. كل لتر لبن حليب ادوب فيه علبتين زبادي من بتاع السوق. ده كده يبقى بديل للبن الرايب. يبقى عندك ده وعندك ده، يا اختي كده ينفع وكده ينفع. ده هيبقى عسل وده هيبقى عسلين، ما عندناش اي مشكله خالص. يلا بقى، اللي هتعجن على ايديها تروح تجيب الطبق وتيجي، واللي هتبقى زي حالاتي ايديها تعبانه هتعجن في العجان تروح تجيب العجان وتحصلني. كده جبنا العجان وحطيت فيه 2 كيلو دقيق زي ما اتفقنا مع بعض. انا جايباه دقيق جميع الاستخدامات، ده اكتر حاجه متوفره في كل حته. لو هتعجني على ايديكي نفس الخطوات هي مفيش حاجه بتتغير خالص. حطينا ال2 كيلو دقيق، معلقتين كبار سكر، بسم الله، معلقتين كبار خميره، اللهم بارك، معلقه كبيره بيكنج باودر او كيس مقفول، معلقه صغيره مش مليانه ملح. استنى منشيل دي حته فلفل اسود جت في النص. حلو كده. وبعدين هروح مركبه الخطاف، اقلب بس كده الاول ونركب الخطاف، بسم الله. وهدي كده تقليبه خفيفه. وانا بدي التقليبه دي هنزل بكوبايتين السمنه شويه بشويه، اعمل كده زي عمليه بس للدقيق، اخليه يشرب الماده الدهنيه الاول. يلا بينا، بسم الله. كده يا جماعه قمنا بعمليه البس. طبعا هي ما بتاخدش سمنه كتير عشان ما تبقاش زي الكحك وما تبقاش تقيله، بتاخد يا دوبك كيلو دقيق بياخد كوبايه سمنه بس. فزي ما انتوا شايفين الدقيق اتبس مع السمنه، بس طبعا لونه ما اصفرش وفي نفس الوقت ما تشبعش كويس بالماده الدهنيه عشان القرص ما تطلعش تقيله معاكي. النقطه المهمه التانيه ان السمنه جايه من العلبه، يا دوبك سيحتها بس ما سخنتش قوي ولا قدحتها على النار عشان القرص تطلع خفيفه. دلوقتي بقى الليله بتاعتي دي كلها جهزت، مستنيه اللبن الرايب الم بيه العجينه بتاعتي. يلا بينا، بسم الله. بس يا ستي، شكرا يا قمر.
ايه العجينة الطرية الناعمة البيضة العسل دي؟ مين اللي عمل الحلويات دي؟ احنا اللي عملناها في البيت، تبارك الله عليها، بسم الله ما شاء الله. هوريها لكم حالا. نشيل بس العجان بتاعنا ده، بسم الله. نجيب بس منديل عشان لازم نخدم على العجينة. مهما عجنا في عجان لازم درجة كفوف ايديكي العجينة تاخدها تنعم اكتر واكتر، زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا. حاجة بسيطة خالص. بصوا العجينة لما بس، بصوا طرية خالص ازاي، ده بفعل اللبن الرايب اللي اتعجنت بيه، تبارك الله عليها، بسم الله ما شاء الله. هاجي بقى اعمل ايه؟ طبعا هي اتعجنت وخدت حقها من العجن والزيادة. كل اللي هعمله هفضل الم فيها كده، كل ما تتلم وتاخد درجة كفوف ايديكي كل ما تنعم اكتر واكتر، تبارك الله عليها. طبعا هي لسه ما خمرتش، فانتي ايه عيشي معاها. بصوا نقول عجان مش عجان لازم نحط ايدينا في العجينه، لازم التاتش بتاعنا. بجد يا جماعه ريحتها حلوه قوي قوي، وخصوصا ان انا عجناها كلها بلبن رايب وكمان حاطه فيها سمنه بلدي، فحاجه كده ما شاء الله عليها من الاخر. هجيب بقى بوله، بسم الله، وهاخد العجينه واحطها فيها كده من غير اي ماده دهنيه ولا دقيق ولا اي حاجه، وهغطيها كويس واسيبها في الجو الحر اللي احنا فيه ده ساعه حلوه قوي عليها، مش اكتر من كده. خدوا المعلومه دي، لما تكون عجينه طريه بالشكل ده لو سبتيها تسيح كتير تخمر كتير هتسيح، هتبص تلاقي وانت بتلميها مش عارفه تلميها، ساحت منك. في الجو الحر ده كفايه قوي على عجينه 2 كيلو دقيق، كفايه ساعه عليها. بعد ساعه نرجع مع بعض تاني. دلوقتي يا جماعه ما شاء الله تبارك الله العجينه خمرت وبقت زي العسل. بصوا الهوا كده تمام التمام زي الفل، بسم الله. نفتح بقى على القمر ده، النهارده مش قرص، النهارده قمر، مراحل اكتمال القمر، بسم الله. افتحي كده، بس مش هنرمي الاسترتش ده عشان هنغطي بيه بقيه العجينه. هعمله كده، الريحه طالعه جميله، بسم الله. هاخدها بقى كده من الجناب على جوه، اوعي تهبطي الهوا ده عايزين نحافظ عليه. واروح واخداها كده، شايفين ازاي من الحروف على جوه كده بالراحه خالص. وبعدين تعالي بقى على الرخامه من غير اي دهان ولا اي حاجه. هعمل ايه؟ هروح جايه زي ما بنعمل الزلابيه كده، هاخد كده قطعه واحطها على الرخامه تاني. بصوا قطعه دي بتفيد ان على قد ما بقدر بيبقى كل القرص قد بعضها كده اهي. شوفوا ازاي، دي بقى الطريقه الفلاحي القديمه كده من غير لا ميزان ولا حاجه، ده شغل امهاتنا زمان بقى بالشكل ده اهو، بسم الله كده. بصي، وبعد كده بغطي على العجينه كده بالشكل ده. وتعالوا بقى نشوف القرص دي هنعمل فيها ايه. باخد اول واحده كده على ايدي وبعملها كده زي السره كده، وبعدين تعالي هنا كده على الرخامه واعملي كده. مش عارفه اتحكم فيها على كف ايديكي بالكفين، كل اللي مطلوب منها انها تنعم كده بالشكل ده يا جماعه. حلو الكلام اهو. بصوا نعمت خالص ازاي، اركني. واللي بعدها نفس الحكايه برضو دي بقى، وبعدين هشتغل انا اكمل الباقي اهو. بصوا ازاي كل ما تتكي عليها بين كفوف ايديكي كل ما تنعم معاكي. نرص الباقي ولازم كلها تتغطى وارجع لكم بقى اوريكم شكلها تاني. دلوقتي بقى انا قرصت نص الكميه بالظبط. بصوا المنظر، بسم الله. دي الصفوف الاولانيه ابتدت تخمر معايا اهي، ودي التانيه اللي لسه معموله دلوقتي لسه ما كملتش التخمير بتاعها.
لازم تتغطى بفوطه او باي حته نظيفه زي ما شفتي كده، لغايه ما نجيب بقى، هروح اجيب الصاج واجي اشوف كل اللي خمر ده نبططه نص تبطيطه مع بعض كده. زي ما قلت لكم خلصت نص الكميه. على ما بعمل مثلا اخر صف بيكون اول صفين 3 خمروا معايا، لان الجو حر والمطبخ عندي حر جدا، فعلى طول هبططهم واسويهم. بسم الله. هشيل كده اول سطرين، خدي بالك، بص انا حريصه قد ايه على انها تفضل متغطيه. ناخد كده اكتر حاجه انا حاسه انها خمرت قوي بالشكل ده، بعيد عن بعض كده. وبكده بسم الله ما شاء الله خلصنا الكميه كلها. زي ما انتم شايفين عملت كميه حلوه قوي. بستنى لما تبرد خالص وبعدين بشيلها في اكياس التلاجة العاديه في الفريزر. طلعها بقى سخنها بتبقى كانها لسه مخبوزه حالا. دي كده كلها ما شاء الله الكميه بتاعه 2 كيلو دقيق. شايفين لونها وشكلها عامل ازاي؟ تبارك الله عليه. الريحه ملت الشقه. ما تيجوا كده ايه نشوف واحده كده. شايفين الطراوه بتاعتها؟ بصوا الخبز، ولو فتحناها بقى من جوه بسم الله. الله الله الله. بصوا شموا كده، شموا ريحه اللبن الرايب والسمنه. وبصوا البيكنج باودر خلاها منفوخه ازاي، وطبعا معجونه بلبن رايب. لون العجينه فاتح خالص ازاي، تبارك الله عليها. خدت في الفرن كل صاج خد حوالي ما بين 10 دقايق بكتير ربع ساعه على درجه حراره 220 اللي هي شويه عاليه، يعني وسط مايله لعاليه. شايفين زي العسل. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا حبايب قلبي. يا رب يا رب الوصفه تكون عجبتكم. عملنا القرص الطريه ولا كلمه، مقادير ما تخرش الميه، طعم وريحه حكايه. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والف هنا وشفا على قلوبكم.